وصفة الكفتة بالطحينة معشوقة الجماهير، بس بطريقة مختلفة شوي. تتبيلة اللحمة بدها بصلة كتير كبيرة وكيلو لحمة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة، نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، وربع معلقة صغيرة زنجبيل باودر. وظرف الكفتة هاد لازم أنا ما بستغني عنه بالمرة. وطبعا لازم بدها بقدونس، بس جوزي جاب لي كزبرة فما حطيت، حطوا انتو بقدونس وشكلوها كيف ما بدكن. انا عملت نص بلية ونص بدون لية وشكلتهم هيك وخلاص. بعدين جيبوا بطاطاية كبيرة شوي، قطعوها هيك ما تكون كتير سميكة مشان تستوي، وبصلتين حجم جامبو، يعني لو بصلاتكم صغار كبروهم، وجيبوا مثلا 4 بندورات كمان وقطعوها بهالشكل كبير، ما بدنا اياها صغيرة. وصفوا أول شي بطاطا، بصل، بندورة، ورشة ملح وفلفل هيك من فوق، وحطوه بالفرن شاعل من فوق ومن تحت، تمام، على 170 180 اللي بدكن اياه. وحطوها لحد ما تشوفوها دبلت. وبعدين طلعوها وصفوا هاللحمة عليها. وصدقوني لازم تحطوا ليه، لو ما بدكم تحطوا ليه جيبوا اللحمة مدهنة أو حطوا لها شوية سمنة هيك مشان تصير منيحة. وبعدين فوتيها على الفرن على درجة حرارة مثلا 180 من تحت بس. وبعدين كل شوي بدك تطلعيها وتحطي كل السوائل اللي بتنزل منها بقلب زبدية هيك، مشان هدول السوائل رح نستخدمهم بعد شوي. جيب هالسوائل نحط لهم كاسة طحينة وعصرة ليمونة صغيرة أو نص ليمونة كبيرة، ونحط لهم نص معلقة صغيرة ملح وكمون ومعلقة صغيرة من السماق و4 معالق لبن اللي هو الزبادي يعني، حتى يصير هيك قوامهم، أو خففوه أكتر شوي كمان. وبعدين طلعوها من الفرن وحطوا هالسوائل كلياتها على الكفتة ورجوها على الفرن لمدة 5 دقايق، وطلعيها وكليها بالمعلقة أو بالسندويشة اللي بدك إياه، بس صدقيني طعمتها خرافية. باي باي.